جربتوا تعملوا مكرونة بالتونة بطريقة حلوة أوي والخضار عايزة أقولك إن هي مشبعة جدا جدا وخفيفة جدا جدا وكلها قيمة غذائية. يلا بقى لو عايزين تعرفوا الوصفة كلها كاملة تعالوا صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ومتنسوش تعملوا لايك وكومنت كده حلو زي تعالوا بقى نعمل الصوص بتاعها اللي بينقلها في حتة تانية. هنجيب كده كوباية من الزبادي وممكن تزودي الكمية لو انت عايزة. كوباية من الزبادي عليها 4 معالق أو 5 معالق من المايونيز البيتي اللي أنا عملته قبل كده. هحطهم كده هوت وبعد كده هنبتدي إن احنا نحط معانا أي مستردة عندي بتديها طعم حلو قوي. فأنا هجيب هنا هوت شوية من المستردة ومعلقة من العسل، معلقة صغيرة عشان ما تبقاش تديها تسكيرة صغيرة بس حلوة يعني. واحط معلقة كده من المستردة وعصير ليمونة كاملة. وبعد كده احط معلقة من الخل بس طبعا نشيل اي بذر بينزل معانا من الليمون بتاعي. وهبتدي احط معلقة من الخل وابتدي ان انا اقلبه واحط ملح واحط فلفل. وممكن لو انتوا بتحبوا الزعتر تحطي رشة بسيطة من الزعتر هتديها طعم حلو قوي. هنقلبهم كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده اهوت وبعد كده هنزود زي ما قلت الخل. لو القوام عندك لقيتيه ان هو تقيل آه هتزودي معاكي شوية من الحليب بس هو القوام مظبوط على فكرة يعني. ظبطت الملح بتاعي، حطيت المعلقة من الخل زي ما انتوا شايفين، حطيت معلقتين من الزيت، ممكن بقى يحبذ بقى زيت زيتون يبقى كله صحي في صحي. ممكن تعملي المايونيز من غير بيض يعني بصي عندك بدائل كتير عندي في الصفحة. طبعا سلقنا المكرونة بتاعتنا أي نوع مكرونة انت بتحبيها. هنحط بقى معانا أي نوع خضار بقى انت بتحبيها، حطيت خس كابوتشا، حطيت خيار، حطيت جزر مبشور، طماطم متقطعة، فلفل حراق أو فلفل رومي. بصي أي نوع انت بتحبيه من الخضار حطيه أو ولادك. الذرة بقى اللي أنا كنت مخزناها، الذرة الصفرا الحلوة أو الذرة الحلوة دي. ونحط زيتون. وبقى عندك بقى فاصوليا حمراء حطي، ما عندكيش خلاص يعني اللي موجود عندك حطيه. انا ما بقولكيش افتكسي وروحي اشتري حاجات قد كده عشان تعملي طبق التونه بالسلطه. ونحط بقى التونه بتاعتنا فوق من فوقها كده ونبتدي نقلبها. هنقلبها الاول قبل ما نحط بقى الصوص بتاعها. وكده عملنا بقى طبق كامل ومتكامل في البروتين وفي النشويات وفي الخضار وفي كل حاجة. نحط الصوص ونقلبه. وبيحبذ بقى لو تسيبوهم كده يعني نص ساعة كده ياخد ويدي بشكل ودي. ونقدمها بأحلى طريقة في أي بولة كده هوت. جميلة جدا. أنا طبعا هعمل كذا بولة لأن كل عيل عندي ليه طريقة وليه صنف بيحبه من الخضار. يا سلام بقى على قرن الفلفل الحامي وانت بتاكليها يفتح النفس. عايزة اقول لك وممكن تحطي فوق منها كده قطعة من التونة. وبعد كده تحطي الصوص بتاعك. وانا هنا هو عملت لولادي بالنوع الخضار اللي هم بيحبوه. هنا بقى يعني عايزه اقول لك انتي بدعي لو عيالك بيحبوا حاجه تانية معينه اعمليها لهم، اعمليها في طبق منفصل. هنا هو بقى عايزه اقول لك احلى طبق تونه خطير طعمه تحفه جدا 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 ويعجب الكبار والصغيرين. يلا بقى لو وصلت لحد هنا وتتفرجي على الفيديو اتمنى منك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم. تابع على صفحتي مطبخ ملك. ولو انت اول مره تدخلي الصفحه اتمنى منك تقيمي المحتوى. لو عجبك اي فيديو لايك وشير لكل اصحابك. ويا رب اللي تحطي لايك ربنا ان شاء الله يكتب لك الصلاه في الروضه الشريفه ويجعل اولادك بارين بيكي.